قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد من قناة سماسيمو، أهلا وسهلا بكم جميعا. في البداية أحب أشكر كل إخواتي وحبايبي أهل الجزائر كلهم اللي بيفرحوني بتعليقاتهم الجميلة جدا، والتعليقات دي بتشجعني إن أبحث أكتر في عظمة التراث الجزائري الجميل. تعليقاتكم بجد بتفرحني قوي قوي، وبشكركم كمان، وبشكر كمان كل اللي بيشجعونا من مصر ومن كل الدول العربية. شكرا جدا ليكم، وتعليقاتكم بتفرحنا وبتشجعنا جدا. فيديو النهارده عن أغنية جميلة جدا، هي أغنية شكرا يا أستاذي للفنان الجزائري صادق جمعاوي. أغنية جميلة جدا بتفكرنا بزمن الجيل الذهبي الجميل. أغنية لما هنسمعها مع بعض دلوقتي هتفكرنا كلنا بأيام الدراسة وأيام المدرسة، الأيام الجميلة اللي عمرها ما هتتكرر، وهنفكر قد إيه الأيام دي وحشتنا جدا، أيام ما كان في حب كبير بين المدرس والطالب. قصة الأغنية إن الفنان صادق جمعاوي شاف في برنامج على التلفزيون الجزائري برنامج عن يوميات المعلم، وشاف المعاناة اليومية اللي بيعانيها المعلم قديما، وكان بيؤدي واجبه على أتم وجه رغم المعاناة اللي كان بيعانيها، وكان بيمر بظروف قاسية جدا من المسكن والمأكل. كل ده كان مش بيفرق مع المعلم، اللي كان بيفرق معاه إن هو يعلم الطالب كويس. المهم عنده إنه يوصل رسالته للطالب ويعلم الطلبة. تأثر جمعاوي جدا بالبرنامج تأثرا شديدا. في سنة 1986 كتب أغنية شكرا ألف شكر يا أستاذي، وركز فيها على المعلم، لأن المعلم هو الأساس، المعلم هو المدرسة، المعلم هو اللي بيبني الروح والإرادة والمحبة في التلاميذ، هو اللي بيكونهم ويوجههم. ووصف المعلم في الأغنية بأنه هو المدرسة الأساسية، يعني المدرس هو الأساس. شاركوا في أداء الأغنية وقتها الفنان عبده درياسة، وكان صغير عنده لسه 15 سنة، وكان خجول ولسه مش متعود على الكاميرات، لكنه أدى بشكل جيد جدا. جمعاوي ألف الأغنية ولحنها وسجلها، وصورت في المدرسة النموذجية في البليدة عاصمة الورود، وجزء منها صور في مدرسة ابتدائية، وجزء منها صور في معهد النباتات. يمكن بساطة الأغنية وبراءة الأطفال اللي فيها هم أهم الأسباب اللي جعلت الأغنية دي تؤثر على غالبية الشعب الجزائري وتحفر في قلوبهم مدى العمر. الأطفال وبراءتهم في تصوير الأغنية، يعني الأطفال خرجوا الصبح من بيوتهم ولقوا نفسهم بيتصوروا وبقوا جزء من الأغنية وبقوا جزء من التراث. اكيد لما بيشوفوا الاغنيه دلوقتي بيفتكروا ايام تصويرها. بعد تصوير الاغنيه فوجئ جمعاوي بان التلفزيون الجزائري اذاعها، ففرح فرحا شديدا وقتها، واطمأن ان رسالته هتصل لكل الناس، وهي ان دور المعلم قوي جدا في حياه الطالب وفي الوطن بوجه عام. اتفضلوا معايا نسمع مع بعض الاغنيه ونستمع للاغنيه العبقريه دي للفنان الجزائري صادق جمعاوي، ونرجع نعلق عليها تاني. اتفضلوا معايا، يلا بينا. شكرا يا ولادي على عبارات هذه مدة شحال ما سمعت هيهات. شكرا يا ولادي على عبارات هذه مدة شحال ما سمعت هيهات. وفقني يا الله ونوفي بعهدي، وفقني يا الله ونوفي بعهدي. شكرا وألف شكر يا ولادي، شكرا وألف شكر يا ولادي. شكرا وألف شكر يا ولاد بلادي، شكرا وألف شكر يا ولاد بلادي. علمتني الأصول تربية دينية، كلام الله والرسول واللغة الحياة. علمتني الأصول تربية دينية، كلام الله والرسول واللغة الحياة. علمت بفكري وبيديا، أنت المدرسة الأساسية. علمت بفكري وبيديا، أنت المدرسة الأساسية. شكرا وألف شكر يا أستاذي، شكرا وألف شكر يا وليد بلادي.
شاء الله نشوفك طيار. ضابط في جيشنا قايد مغوار، ولا رباني عميد البحار، ولا مهندس وفي المعمار، ولا إمام من العلماء الكبار، ولا طبيب تعالج الأبرار. وفقنا يا الله، وفقنا يا الله. علمتني العلم والتكنولوجيا وجسمي سالم بالرياضة البدنية. علمتني العلم والتكنولوجيا وجسمي سالم بالرياضة البدنية. أنا ننشط وانت تقيم في المدرسة الأساسية. أنا ننشط وانت تقيم في المدرسة الأساسية. شكرا وألف شكر يا أستاذي، شكرا وألف شكر يا وليد بلادي. نتخصص وعندي أمنية نكون مهندس بالعلوم الزراعية. بالعلم نتخصص وعندي أمنية نكون مهندس بالعلوم الزراعية. ولا إطار نبني ونأسس خريج مدرسة أساسية. ولا إطار نبني ونأسس خريج مدرسة أساسية. شكرا وألف شكر يا أستاذي، شكرا وألف شكر يا وليد بلادي. إن شاء الله نشوف الطيار. وفقنا يا الله، وفقنا يا الله. ضابط في جيشنا قايد مغوار، وفقنا يا الله، وفقنا يا الله. ولا رباني عميد البحار، وفقنا يا الله، وفقنا يا الله. ولا مهندس وفي المعمار، وفقنا يا الله، وفقنا يا الله. ولا إمام من العلماء الكبار، وفقنا يا الله، وفقنا يا الله. ولا طبيب تعالج الأضرار. وفقنا يا الله، وفقنا يا الله. وفقنا يا الله، وفقنا يا الله. علمتني الفن وانت والدية حب الله والوطن والإنسانية. علمتني الفن وانت والدية حب الله والوطن والإنسانية. ما زال تضحي وتكون في المدرسة
المدرسة الأساسية ما زالت تضحي وتكون في المدرسة الأساسية. شكرا وألف شكر يا أستاذي، شكرا وألف شكر يا وليد بلادي. من فضلك وصل يا رمز المثل، انت في سيرة تعلم وتناضل. من فضلك وصل يا رمز المثل، انت في سيرة تعلم وتناضل. انت في سيرة من اجل العلم، حارب في الجهل فاللغة امام. انت في سيرة من اجل العلم، حارب في الجهل فاللغة امام. شكرا وألف شكر يا أستاذي، شكرا وألف شكر يا وليد بلادي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اداء رائع جدا للفنان الجزائري صادق جمعاوي، وادى معاه بشكل جيد جدا الفنان عبد الرياسة، كان لسه صغير 15 سنة. والتلاميذ اللي في الفيديو فكرونا بزمن جميل، زمن البراءة، زمن جميل جدا فعلا. رسالة شكر وعرفان وألف شكر للأساتذة على مجهوداتهم مع التلاميذ، لأن المعلم هو الأساس، هو ربنا وهبه العلم علشان يقدمه للتلاميذ ويزرع العلم في الأجيال القادمة اللي بتبني الأوطان. فمثلا في القاعة التعليمية الأطفال الموجودة ممكن يكون منهم ضابط ودكتور ومهندس. فتمنى يا جمعاوي لكل طالب منهم أمنية، منهم من تمنى له جمعاوي أن يكون طيار، وآخر طبيب، وآخر مهندس، وغيرها من المهن. والتلاميذ يؤمنوا دعائه بقولهم إن شاء الله يا رب. رسالته كانت موجهة للسلطات العمومية بالجزائر إنهم يهتموا بالمعلم، لأن المعلم هو الأساس لكل المهن وهو أب كل المهن. بجد أغنية جدا، حاجة ما شاء الله جميلة جدا، بتفكرنا بالزمن الجميل لأيام الدراسة والتعليم. بجد الواحد بيستمتع جدا بالتراث الفني الجزائري. وختاما بعد الأغنية الجميلة دي والرسالة اللي بتحملها جواها، يا رب تكونوا استمتعتم في استعادة ذكريات الدراسة واستعادة ذكريات جميلة عدت عليكم أيام الدراسة والمدرسة. التعليم في الجزائر بوجه عام جيد جدا، والجزائر بيخرج منها أجيال وأجيال من العلماء والأساتذة والأطباء والمهندسين وإلى آخره من المهن. استنونا في فيديوهات أكتر وأكتر عن جمال الجزائر وعن جمال التراث الجزائري، ودورنا إننا نظهر التراث ده وجمال الجزائر لكل العالم. أشكركم جدا مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى ان شاء الله نشوفك طيار ضابط في جيش قايد مغوار.